بصوا بقى، هنزرع، هنعمل زرعه زي الناس ما طلبت دلوقتي. يا محمد اعمل زرعه كده، زرعه اي زرعه، بس دي البدايه. احنا لسه هنزرع حاجات تاني كتير يعني، مش الزرعه دي يعني هي الوحده بس اللي انا زرعها، بس دي بدايه الزرع هنا على السطح كده. فبصوا بقى يا جماعه، البرميل ده بايظ اصلا، انا مش هجيب برميل سليم كده يعني وهاجي ازرع فيه. بس بقى احنا كنا مركبين فيه حنفيه هنا وهو واجع من على حاجه عاليه، اتشرخ من هنا كده وطج برضه كمان من هنا. يعني انا مش جايبه برميل سليم جاي اعمل عشان ازرع فيه، لا ده هو برميل كده كان واجع وكان بايظ. اهم حاجه بقى نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ما تنسوش محمد بقى بالاعجاب، اشترك قناتنا لاول مره، اشتركنا فيها وفعل الجرس واضغط على كلمه الكل عشان اجي احنا. بص بقى يا جماعه، احنا هنفتح كده بسم الله ونفتح كده، هنعمل البرميل ده حاجه كده نزرع فيها. بس زي ما قلت لكم تشتركوا لنا في القناه وتضغطوا على كلمه الكل علشان اجي احنا ننزل اوصل لكم على طول. طبعا انا بشكر الناس اللي جديد والناس اللي معايا من زمان، بقول لكم انتوا كنتوا عرسوا من فوق، شرفتوني ونورتوني. بشكر اي حد يعمل لي اعجاب، اي حد يعمل لي كومنت حلو يشجعني بيه، بقول لكم شكرا. تعليقاتكم والله بجد بتسعدني. شوفوا بقى انا بفتح كده وبعدين بقى اخدها لفه كده. كنت ازرع لكم حاجه ان في ناس بتقول يا ام محمد ازرعي الحاجه اللي احنا هنزرعها دي بتبقى محبوبه جدا جدا في الشتاء. هنزرع حاجه محبوبه في الشتاء يعني بتبقى حلوه وكده، بتعالج البرد وكده وحلوه. اي ام محمد ولا تزرعيه، بس خليكم بس معانا شويه كده وانت تعرف احنا هنزرع ايه. البرميل دي بيبقى تخين ده على فكره، عن الجركن عن اي حاجه، جراكن بتبقى خفيفه. انا بوقف شويه عشان مش عايزه اطول عليكم الفيديو، عشان طبعا الفيديو مش هيتسرع ولا اي حاجه خالص، هيبقى زي ما هو كده. فطبعا انا اضغط كده يا عبد الرحمن، اضغط على البرميل كده عشان ما يتحركش. روح من الناحيه الثانيه من هنا ايوه. اضغط يدي. ايوه اوكي، ايوه كده. بس استنى يا رحمة، استنى يا رحمة بقى يا رحمة، لا يا بعصر ما حدش يعورك. استنى بقى هيعورك، فرد في رجلك. شد البرميل انت يا ابني، شد البرميل من هنا، شدها كده عليك. ده تاخده وتمشي ولا ايه؟ شد كمان، ده خد على امسك
وده يجي اوقف خلص. اصلا البرميل اصلا تخين صعب يعني. خلاص قاعده حته صغيره اهي. خير يا عبد الرحمن. ايه مش قادر تدوس. ما تعور. واخيرا خلص. ساتر. نجيب بقى التراب نحطه هنا ونبدا بقى احنا نزرع دلوقتي. بص احنا نحط بقى طوب عشان ايه؟ عشان البرميل ما يجريش كده ولا يجري كده. فبصوا بقى كده البرميل يثبت، عشان البرميل يثبت نجيب التراب كده بقى. احنا هنحط التراب. بسم الله. عشان ايه؟ عشان نزرع ايه؟ هتشوفوا اللي هنزرع دلوقتي. نزرع دلوقتي. بصوا احنا بننقص التراب شويه كده، ودي الجردل دي برضه هنزرع فيه. ده هنزرع فيه برضه، بس مش النهارده يعني، عشان الزرعه اللي هنزرعها فيه لسه مجبناهاش. هزرع معاكم برضه في فيديو تاني. فبصوا هنا كده بقى هنجيب شويه ميه دلوقتي ونبدا الزرع. بصوا بقى احنا هنروي الارض الاول كده عشان نزرع فيها. بصوا انا بعمل لكم الزرعه دي وانا صايمه. عايزاكم بقى تعملوا لايكات كتيره علشان ايه؟ عشان الفيديو بتاعنا دي يتشاف. النهارده الاثنين كده وانا صايمه. طبعا عبد الرحمن افندي كل شويه يروح يجيب حبايه جافه يقول زي العسل. اقول له طب انا هعمل لها يعني زي العسل، هتوكلني وانا صايمه؟ كأنه يعني ايه؟ يحرمني. نجيب الزرعه نزرعها دلوقتي وبعدين هنتابعها مع بعضنا برضو. بصوا هنتابع الزرعه دي وشوفوها هي بتكبر. شوفوا الزرعه بقى بتكبر معانا كده، بسم الله ما شاء الله. طب بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، مين بقى مش بيحب البصل في الشتاء؟ البصل الاخضر. شايف البصل؟ جايبينها بصل رفيع ازاي؟ اهو جبت بصل رفيع، نص كيلو بصل رفيع خالص. هو البصل الرفيع ده هو اللي بيتزرع. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم كده. علشان بقى لو انت عندك مكان كده في البلكونه وعندك برميل زي ده، البلكونه بتجيلها شمس يعني، وعندك برميل زي ده وانت بتحبي تاكلي بصل اخضر او جرجير، هنزرع جرجير وهنزرع مع بعضنا تاني كزبره عشان المحشي.
وهنزرع بقدونس عشان السلطه. فبصي يعني هنزرع حاجات كتيره. فهتعملي كده لو في البلكونه حتى هتعملي كده اهو، برميل زي كده، وتيجي ايه تيجي جايبه شويه بصل رفنعين كده، وتبدا ان انت ايه تعملهم كده صفوف كده اهو. بيفارق، عارف البصله الواحده دي ممكن تطلع 3 4 بصلات، بصله رفنعه دي ممكن تطلع 3 4 بصلات. قولوا بقى رايك في زرع ام محمد. الزرع بتاعنا زرع لكم اهو عشان محدش يزعل، عشان نقول يا ام محمد اعملي لنا ايه، ازرع حاجه كده، اعملي لنا محتوى هادف كده وحلو عشان الناس تتعلم منك. فطبعا ايه انا ما اقدرش ازعل حد ابدا، اي متابع عندي كده ما زعلهاش ابدا. بصوا هنا بنزرع، بسم الله. لما تروحي تشتري بقى ربطة بصل خضرة كده في الشتاء بالشيء الفلاني، تيجي داخله البلكونه كده، او لو عندك سطح زي كده، وتيجي بقى ايه الوحده دي بقى تبقى فيها 3 4 كده، تيجي مقلع 2 بس كده تمام. بصي تنقل تشتري البصل الرفيع اللي زي دي من السوق، شايفين الترابه تشرب ازاي كده اهو. تشتري بقى البصل الرفيع، وانت بتزرعي تخلي دي الناحيه دي هي اللي من تحت كده، تخلي دي اللي من تحت عشان دي اللي بتفرع. طبعا انا مش بتكلم مع الناس المزارعه فاهمه، لا انا بتكلم مع الناس اللي هي زي حالاتي كده، اللي هم ايه عايزين يزرعوا حاجه ومش عارفين يزرعوها ازاي. الناس التانيه بقى دول معلمين. احنا عملناها صفوف حلوه اهي، شايفين صفينا البصل ازاي اهو، صفوف حلوه جدا اهي. ده نص كيلو بصل رفلنا اهو، شايفين عمل قد ايه؟ نص كيلو بصل بس عمل كميه قد ايه؟ يعني هجيب لكم نص كيلو بصل مش غالي. الرفيع ده بيبقى رخيص شويه، يعني الرفيع ده ما بيبقاش غالي زي الطريق. فانت ايه بصوا في البصل احسن تكون بايظه. شوفي انا بدوس على البصله كده وعارفه ان هي حلوه، شايفه عارفه ان هي سليمه، عشان لو بايظه مش هتنفع. وزرعنا البصل، وبعدين هنزرع بقى ان شاء الله في المرات الجايه هنزرع حاجات تاني ان شاء الله باذن الله. في حته هنا ما وصلهاش ميه عشان نزرع فيها البصله، وهنا برضه نعمل لنا بصلايه كده، وهنا عادي ما يخسرش. عملنا كميه بصل في البرميل الصغير ده. عشان نزرع الكميه اللي معانا. انا بحب اخلي لها مساحه عشان ايه تفرع حواليها، انا مش عايزه اعملها قوي يعني. بصوا بقى هي دي الزرعه يا جماعه كده. احنا زرعنا بصل. مين ما بياكلش البصل في الشتاء بقى مع الفسيخ، مع اي اكله كده، مع العدس في الشتاء؟ مين ما بيحبش البصل عشان هو بيعالج البرد وحلو كده البصل يعني. هتاكلي بصل اخضر كده، شايفين اهو بالطريقه دي. زرعنا البصل كده بالطريقه دي. ايه رايكم في الفيديو بقى؟ اهم حاجه تعملوا لنا بقى ايه، تعملوا لنا عجبات كتيره، واللي يشوف قناتنا اول مره اشترك عندنا. بشكر الناس اللي فاتت، بشكر الناس اللي معايا من زمان، اقول لكم انتوا كلكم عارفين انكم شرفتونا ونورتوني. بشكر اي حد بيعمل لي اعجاب، اي حد بيعمل لي كومنت حلو يفرحني بيه، بقول لكم انتوا كلكم عارفين من فوق. بالله عليكم بقى تشيروا لنا الفيديوهات، واللي عنده جروب عنده اصحاب كده شيروا لنا الفيديوهات، وتشتركوا لنا في القناه، وتشاهدوا الاعلانات. واقول لكم بقى بتقولوا رايكم في الكومنتات، الزرع صح ولا غلط، عشان في ناس هتقول ممكن يكون في ناس ما عجبهاش طريقه الزرع دي، فتقولوا لنا رايكم يعني. واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.